في اوفر نازل على البرجر في السوبر ماركت، الحق جيبه، بس خلي بالك ده هيكون اغلى ساندويتش برجر انت هتشتريه. وما تنساش تبعت الفيديو لبنتك او ابنك. النهارده جالي طفل 7 سنين 47 كيلو بيعاني من مشاكل كبيرة جدا، من السكر، خمول غدة درقية، كوليسترول عالي. تخيل طفل 7 سنين حللنا كل التحاليل دي لقينا انها عالية جدا عنده. انت متخيل ان الطفل ده هيفضل يعاني طول حياته بسبب المشاكل دي؟ والبداية كان ساندويتش برجر احنا استسهلنا وقدمناه له وتخيلنا ان احنا كده بنفرحه، ولكن للأسف احنا كمان هنزعل كتير جدا. البرجر اللي انت بتشتريه من السوبر ماركت جاهز هو والسوسيس والهوت دوج والبسطرمة وما شابه ذلك، خلي بالك هيكون اغلى ساندويتش برجر انت هتشتريه لانك هتدفع ثمنه من صحة طريقة تصنيع كل اللحوم المصنعة دي. اتفرج على الفيديو ده، اوعدك انك هتبطل تشتريها تماما. كمل الفيديو ده وانا هقولك ازاي بيتم تصنيعها وتحضيرها عشان توصل. جميع المنظمات الدولية لصحة الطفل أكدت على ضرورة فحص جميع الأطفال بداية من عمر 9 سنين لمرض السكري والكوليسترول، وتقرير جامعة هارفارد أكد على التفاصيل وقال إن إحنا لازم نعيد التحاليل كل 5 سنين، وده بسبب اعتماد 90% من الأطفال على الجانك والبروسيسد ميت كوجبات رئيسية، وإن طريقة تحضير البروسيسد ميت منها البرجر وما شابه ذلك عبارة عن إن إحنا بنجمع مئات الآلاف اللحوم من مئات الآلاف من الأبقار. كل الأبقار بتحمل أنواع مختلفة من البكتيريا، كل ده بيتجمع في مكنة واحدة وبيتم طحنه بما في ذلك من جلد وشحوم، وبالتالي قطعة واحدة بس من البرجر بتحمل أكتر من 100 مصدر للعدوى. مستعد تضحي بصحة أولادك وتروح تشتريهم من السوبر ماركت تحت مسمى أنا عاوز أفرح أولادي؟ عرفت إن أنت كده ما بتفرحش أولادك، بالعكس أنا عارفة إن أنت نيتك صادقة وعارفة إن أنت نيتك كانت خير، ولكن للأسف إحنا محتاجين نشيل مسؤولية أولادنا أكتر من كده ونسمع الكلام اللي احنا متخيلين ان هو بيزعجنا، ولكن هي دي الحقيقة. خلي بالك صحة اولادنا مهمة جدا، واحنا بنشوف كل يوم للأسف مشاكل لا حصر لها.